نهار مع مقاول. كيف قالت الوزيره، الكفاءات البشريه الرقميه هي اهم حاجه يمكن لها تسرع التحول الرقمي البلاد. اليوم غنشوفوا كيفاش المغرب كيخدم باش يخرج هذه الكفاءات. النهار ديالنا غيبدا مع 6:30 الصباح. بطبيعه الحال ضروري من القهوه الصباحيه بين ما بدا الايفنت اللي علاق بلوجيه الكازا. هذا الايفنت هو فايند ماي ديف. نبداو بمود انتروداكسيون ديال مدام غيتا مزور، الوزيره المنتدبه المكلفه بالتحول الرقمي والاصلاح الاداري. الصلاه والسلام على مولانا رسول الله. الانتقال الرقمي هو اقتصاد معرفه امتياز، فاهم حاجه خصنا هي الكفاءات البشريه الرقميه. ومن بعد هالكلمه ديال مهدي الثاني رئيس التنفيذي ديال السي دي جي. غنحبس هنا وندوي على هذه النقطه ديال متحدين نقف متفرقين نسقط، لان هذا البروغرام باش يقدر ينجح راه تجمعوا فيه جميع الفئات اللي كتكون المجتمع، الشباب، الشركات الكبرى، الشركات الصغرى، وحتى الدوله بجوج د الوزارات. وهذا الشيء الا دار في جميع المجالات راه نقدروا نطوروا بلادنا للافضل بواحد الوتيره خرافيه، وهذا الشيء اللي كنتمنى. ومن بعد جا الوقت ديال البانل اللي دواو فيه سبيكرز على المغرب الرقمي، المواهب اللي كاينه والتحديات اللي كيواجهوها. في العشيه كانوا شركات كبار اللي جاو يقلبوا على ناس يخدموا معاهم، من الناس اللي استفدوا من الدوره ديال جوبين تك واركي اكس. رجعت بحالي من كازا ودابا نمشيو للقهوه نخدموا. جوج البزنس ماشي ساهل تجاريهم، ولكن الحمد لله اللي عندي بارتنرز اللي نقدر نعول عليهم. الخدمه ديالي في البزنس الاول هي نحط العناوين الكبار شنو خاص يدار، وفي البزنس الثاني بارتي الديجيتال كونترولي واش كلشي غادي مزيان، ودابا نرجع في حالي.